السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا هنعمل رز بلبن. رز بلبن مكوناته 4 أكواب من الحليب، نص كوباية من السكر، نص كوباية رز، كوباية من المية، ومعانا كيس من الفانيليا. اول حاجة هنجيب حلة على النار، هنحط معانا كمان يا جماعة قشطة وش اللبن. ممكن نغلي اللبن قبلها بيوم ونحطه في التلاجة، هناخد منه القشطة بتاعته تاني يوم، او لو متوفر عندنا قشطة يعني موجودة عندنا في التلاجة برضو، زي ما انت تحبي انت هتعملي ايه. هنجيب حلة على النار، هنحط فيها 4 أكواب من الحليب. بعد كده هنزل بقشطة وش اللبن، هقلب فيها شوية لحد ما الخليط يتجانس مع بعضه وما يبقاش فيها حتت متكتلة ولا اي حاجة خالص. بعد كده هجيب معانا نص كوباية من الرز المصري مغسول ومتصفي كويس، وهنزل عليها بالرز المصري. بعد كده هجيب معانا كوباية من المية اللي هتخلي حباية الأرز تستوى معانا وتفنش معانا بدون نشا. بعد كده هقعد أقلب شوية على نار متوسطة، ولا هادية ولا عالية. بعد كده بعد ما الاقي حباية الرز استوى ما سيبوش، واقعد اقلبه وافضل بالتقليب المستمر له. بعد كده اقوم جايبه الكيس من الفانيليا واقوم حطاه عليها، وبعد كده هجيب نص كوباية من السكر واقوم حطاه عليها ومقلبه عشان ما يبقاش متكتل معانا ولا اي حاجة خالص. بعد كده اروح مجهزة البولات بتاعتي واسيبه واقوم صباه في البولات، وبعد ما اصبه في البولات اسيبه يهدى شوية، وبعد كده ادخله التلاجة. بعد ما ادخله التلاجة اطلعه بألف هنا وشفا. لو وصلتوا لهنا متنسوش تصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر جرس التنبيه عشان يوصلكم مني كل جديد. دعوة حلوة لاختكم بصلاح الحال. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. وده يا جماعة في النهاية شكله جميل، وبألف هنا وشفا.